مش عايز حد يكرر نفس الغلط اللي انا غلطته، لان نفس الغلط اللي انا غلطته ده هتعيش كابوس في حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. اللهم بلغنا رمضان بالصيام والصلاة والزكاة. كنت حابب كده اشارك معاكم موضوع وهو منتشر اول يومين دول على السوشيال ميديا، اللي هو الوشم. اللي هو ده قصة الوشم جت معايا ازاي. الوشم ده عامله في 2010. الوشم ده عامله في 2010 عشان بس كله يبقى متذكره. فالوشم ما كانش فيه كتير وشم، تمام، ما كانش فيه كتير وشم. فالمهم كنت بشوف مثلا حد واشم، كنت لسه برضو شاب وعايز دي تبص عليا وعايز ده وده وده والى الاخر. انا بكلمكم بمنتهى الصراحه، اقسم بالله هذا حصل. فكنت عايز دي تبص عليا كنت شايف بقى ان البنات بت مش عارف اوصلها لكم ازاي، بس عايز اعرفهم بقى ان انا عيل فهلاوي بقى وعيل بيرسم بقى عيل مقطع السمكه وديلها، تمام. فجي بالرغم ان انا عارف ان هو حرمانيات وبرضه وشمت. كتير مننا بيبقى عارف الغلط وبيتغاضى عن ان هو حرام وبيعمله. فاللهم سامحني واغفر لي يا ربي. مش هقول لك ان انا مش ندمان، اقسم بدين الله اكتر حاجه ندمت عليها في حياتي الوشم، تمام. كلنا بنغلط وكلنا بنندم. في غلط يتغضى النظر عنه، وفي غلط فادح. بالنسبه لمصطفى، اكتر غلط فادح شفته في حياتي كلها اللي انا ارتكبته، اللي هو الوشم. طب انت جاي دلوقتي بتقول الكلام ده ليه؟ هقول لك مرورا وتكرارا هيحصل معاك ايه وهيحصل بالحرف، تمام. لما تيجي تقعد دلوقتي كده مع الشيخ، او تيجي تدخل تصلي في بيت ربنا، او تيجي تقعد في وسط ناس نظيفه، او تيجي تقعد في فئه تاني، او عما في شغلك اليومي قدام اي حد، بيبصلك بمنظر مش كويس، تمام، عشان خاطر حاجه زي كده. فقصه الوشم انا مش عايز اخش في تفاصيل دين ومش عايز اخش في تفاصيل تاني، لان عايز اقول لك اللي كان بيشوفني منظري كده اهو ما كانش بيقول عليا مسلم، ما كانش بيقول عليا مسلم. لما كنت باجي بذكر له اسم مصطفى كان بيبص لي ويتعجب، انت ازاي اسمك مصطفى وبتعمل حاجه زي كده؟ ازاي اسمك مصطفى وبتعمل حاجه زي كده؟ فانا عايز انصحك، عايز تتقبلهم من اخ لاخوه كمسلم تقبلهم. مش عايز تتقبلهم هتفضل في الكابوس اللي انا عايشه مدى حياتك، تمام. الوشم ده اقسم بالله انا ما بشوف نفسي بني ادم لما بشوف الحاجه دي على ايديا. انا بشوف نفسي انسان مش كويس جدا، بالرغم ان انا تبت توبه نصوحه وتبت من قلبي وعن نيه صافيه ان انا يا رب مش هرتكب نفس الخطا، بس ده خطا فادح. هجيب لك مثال بسيط. انت عايش في مجتمع وعايش في ده فالناس بتبص عليك، هتقول لي يا عم مالكش دعوه بالناس. مفيش من الكلام دوت. لازم تعمل حساب للناس ولازم تعمل حسابهم قوي، لان هنا في ناس بتتعلم منك. بمثل زمان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام لما كان بيجي يصلي كان بيبين ان هو بيصلي ازاي عشان الاخرين يتعلموا منه السجود. الرسول لما كان بيجي يدعي كان بيدعي ويتضرع، والناس كانت بتبص عليه عشان يتعلموا منه. شوف الفرق ايه والفرق ايه. النهارده شيخ لما بيجي بيجتمع بالناس او بيتكلم مثلا بصوت عالي عشان الناس تستمع وتتعلم منه. فبالتالي انا كمصطفى الوشم ده ممكن واحد يتعلم او يحلى في عينيه الوشم اللي انا عامله ويروح يعمل زيه. فهو شاف من مين؟ شاف من مصطفى. فهنا انا ارتكبت خطيئه من غير ما اعلم بيها. انا مش طالع بتباهى باللي انا عملته، الا ان ربنا ما امرش بالجهر. واللي انا بقوله ده مش عايز حد يكرر نفس الغلط اللي انا غلطته، لان نفس الغلط اللي انا غلطته ده هتعيش كابوس في حياتك.